يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا. أنا سالي نبيل، والنهاردة بقى هنعمل صينية البطاطس بالفراخ الجامدة قوي دي، ومعاها رز بالشعرية وليمون من اللي احنا كنا مخللينه قبل كده. مبدئيا كده يا جماعة، أنا كنت بعمل صينية الفراخ بالبطاطس ديت زي أي حد عادي جدا، طرنشات بطاطس على طرنشات طماطم وبصل وفلفل، كل ده كنت بعمله طرنشات واحطه مع بعض، وفي الاخر اضيف الفراخ من فوق وادخلها الفرن واسيبها بقى مع نفسها لغاية لما تستوي. لكن لقيت حاجة ما ينفعش تتعمل اليومين دول اللي احنا فيهم، وخصوصا بعد زيادة الاسعار. لقيت الولاد بينقوا الفراخ وياكلوها والبطاطس وياكلوها وكله تمام، ما عدا بقى ايه؟ ما عدا البصل، الفلفل، كل واحد بقى يسيب له حاجة من الحاجات دي، وكلها طبعا كانت بتترمي لان خلاص ما فيهاش ولا بطاطس ولا فراخ. فانا قررت ان انا اعملها بالطريقه دي، بقالي فتره بعملها وهم فعلا بياكلوها، منها بيستفيدوا ومنها كمان فيها توفير ومفيش حاجه بتترمي. فبعد ما نتفرج على الجمال اللي قدامنا ده، هنخش على طول في الموضوع ونقول المكونات بتاعتها. اول حاجه بنجهزها عصير الطماطم، بنضربها في الخلاط ونصفيها، وممكن كمان نضرب معاها قرنين فلفل رومي كده يزود القيمه الغذائيه بتاعتها. ومعايا كيلو من البطاطس قشرته وحطيته في مية عشان خاطر ما يسودش. ومعايا فرخة مقطعة 4 وممكن تقطعيها 8. وعلى فكرة كان في فيديو قبل كده لينا برضو عرفنا ازاي بنغسل الفراخ ونحطها في محلول ملح وليمون ومية. وهنا بصل متقطع عادي خالص بالطريقة العادية، حوالي بصلتين. بعد كده معانا التوابل بتاعتنا، عبارة عن ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة، مش هنكتر توابل يا جماعة. خلاص، اول خطوة عندنا بنجيب حلة على النار ونحط فيها معلقة سمنة، والسمنة دي اللي احنا سيحناها وطلعناها من القشطة بتاعت وش اللبن. هبقى اسيب لكم برضو لينك الفيديو في صندوق الوصف. خلاص، يا دوب السمنة ساحت ورحنا حاطين البصل لغاية بقى ما نقعد نقلب فيه كده لغاية لما يحمر، او يعني يبقى لونه ذهبي شوية. تمام، هو كده وصل لنص الدرجة اللي احنا عايزينها في اللون، فحطينا له نص معلقة صغيرة من الملح وحبة توم صغيرين خالص مهروسين، وهنقلبه برضو هيدينا ريحة حلوة. التوم بيدي البطاطس ريحة جميلة قوي. هو كده اصفر خلاص او وصل للدرجة اللي احنا عايزينها، فبنضيف عصير الطماطم. هنقلبه لما يبدأ يسخن، هنضيف بقى عليه التوابل كلها، الملح والفلفل والكمون والكزبرة. تقلبتين كده بس، لازم استنى لما يغلي، يعني يغلي خالص قوي. ما ينفعش ان انا احط الفراخ في الصلصة الا لما تكون بتغلي جامد، عشان ما تنزلش اي مية او دم او اي حاجة زي كده في الصلصة. هقلبها بحيث ان هي تبقى متغطية كلها بالصلصة بتاعتنا، وهسيبها تستوي حوالي 25 ل 30 دقيقة، يعني حسب حجم الفرخة، بس مش هتزيد عن كده يعني. على بال بقى ما الفراخ تستوي، هنكون احنا بنقطع البطاطس ترانشات، وهنحاول نخليها نفس السمك، يعني يبقوا كلهم سمك واحد. هنشوف بقى الفراخ عملت ايه. تمام كده، هي سواها حلو خالص كده، مش ناقصها بس غير ان هي تاخد لون تحت الشواية، بس طبعا دي خطوة لسه قدامها شوية. خلاص، انا طلعت كده كل الفراخ، وهبدأ ان انا احط مكانها البطاطس بتاعتنا. طبعا البطاطس السوا بتاعها مش هيبقى قد السوا بتاع الفراخ، فطبعا هتبقى حوالي مثلا ربع ساعة او حاجة. البطاطس دي كانت ناشفة شوية، ففعلا اخدت الربع ساعة بالظبط، لكن هي لو البطاطس من النوع الطري ممكن تاخد 10 دقايق تقريبا. وهنا لما لقيت الصلصة تقيلة شوية، فحطيت لها شوية مية كده اخففها بيهم، وتبقى في نفس الوقت الصلصة مغطية البطاطس كلها. هسيبها بقى شوية وتاخد وتدي مع بعض لغاية لما تستوي.
تمام، هو بالظبط ربع ساعة وكانت استوت. فهنقلها بقى في الصينية اللي هتخش الفرن. شايفين لونها جميل ازاي، من غير صلصة طماطم، من غير اي مواد حافظة خالص، محطناش ولا مرقة ولا صلصة ولا اي حاجة. هساوي الوش بتاعها عشان احط عليها الفراخ ويدخلوا كلهم مع بعض تحت الشواية. مش هيقعدوا حوالي 5 دقايق تحت الشواية وهياخدوا لون جميل قوي. هدخلهم بقى تحت الشواية ونشوف هنعمل ايه بعد كده. عملنا رز بالشعرية بالسمنة اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، والاتنين على فكرة يا جماعة في فيديوهات ليهم، في فيديو للرز بالشعرية بالمقادير بتاعته بالظبط وازاي يطلع مش معجن، وفي كمان للسمنة اللي احنا عملنا بيها كل الشغل ده برضو في فيديو ازاي عملنا السمنة من قشطة اللبن او وش اللبن بتاعنا، والليمون المخلل اللي احنا برضو خللناه مع بعض. كل الفيديوهات دي هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. هسيب لكم برضو فيديو اللي هو تنظيف الفراخ بطريقة صحية وسليمة. ودي كده صينية البطاطس. طبعا ما فيهاش حاجة بقى هتترمي خلاص، ولا بصل باين ولا فلفل باين، هو الفلفل معصور مع الطماطم والبصل مع التسبيكة، فهم خلاص كل الصينية هتتاكل، مفيش حاجة منها هتترمي. طبعا مش عايزة اقول لكم بقى الفراخ كانت طعمها طعم قد ايه جدا وبتدوب حقيقي يعني. طبعا شاربة بقى من الصوص كله، الصلصة مع التوابل، هي مش مجرد ان هي كانت متبلة فيه، هي اصلا مستوية فيه، فده بيديها طعم تاني خالص. والرز طبعا بالسمنة البلدي بتاعتنا اللي احنا عاملينها بنفسنا. البطاطس كنت عايزة اقول ملحوظة، واحنا بنحط الملح نخلي بالنا ان الملح ما يزيدش مننا، لان البطاطس من الحاجات اللي هي بتشرب الملح من الحاجة، بتسحب كل الملح، فبيبان عليها قوي لو الاكل زايد ملح. هي البطاطس اكتر حاجة بتسحب الملح. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا جدا لمتابعتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية كتير، وباي باي.